حصل بالظبط قبل ما تنزلي؟ انا لقيت طنط اللي فوق بعت لي بنتها بتخبط بسرعه بتقول لي قومي بسرعه خدي اي حاجه من هدومك بسرعه يلا وامشي البيت هيقع خلي بالك البيت هيقع. قلت لها لا والله. قالت له والله خدي اي حاجه البسي اي حاجه استري نفسك وامشي. قلت لها طب وانتوا؟ قالت لي انا عندي الشقه دي اديني بلم نفسي اهو همشي. قلت لها خلاص ماشي. انا يا دوب لبست ورحت رنع على اخويا وجبت ملايه قعدت اخد هدوم عشوائيه احط وربط ونزلتهم. اخويا جالي بالعربيه قلت له ما تدخلش البيت خليك بره. يا دوب نزلت من هنا مشيت الساعه 12 ونص الساعه 5 البيت كله طب بالمنظر ده. مفيش يا دوب 4 ساعات والبيت بقى بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. النص ده ما فيهوش اي حد. الجزء ده كله ما فيهوش حد. الجزء اللي من جوه هو اللي فيه طنط صباح. طنط صباح وجوزها واحفادها الثلاثه وبنتها. يعني تقريبا كم عدد فيهم؟ 6. وايه القصه اللي بتحكيها اللي هو ايه السبب بالظبط؟ سبب الميه اللي بتقول عليها دي؟ الدكتور اللي ساكن تحتنا بعت لنا قال افتحوا الميه لمده ساعه اصل انا بصلح الميه وبظبط الدنيا. راح الساعه اياد كام الكلام ده؟ كان على العصر كده. رحت راح اياد بيقول لي يا ماما اول امبارح. راح اياد بيقول لي يا ماما طنط فوق بتقول ان عمو الدكتور بيقول نفتح الميه. قلت له يا حبيبي ما تفتحش ميه ولا تعمل حاجه سيبك منه كبر دماغك منه. وما رضيتش افتح الميه. جينا تاني يوم الصبح بنفتح الباب مش راضي يقفل اتاري الباب ريح. انا ما اعرفش السبب ايه. ابني نازل لقي ان السلم مش عارفين ننزل ولا الاستاذ محمد من كتر مكتوب بالمنظر ده مدخل العماره كله وقع. انا قلت ايه الحيطه وقعت عادي ومفيش حاجه وهيتلم زي ما بيلموا كل مره ومفيش حاجه وقلنا سطرت. جينا بعدين بالليل حصل بقى اللي حصل ده. قالوا لي امشي بسرعه جاب مهندس بيقول ان البيت مش هيكمل اسبوع البيت هيقع. رحت اضطريت ان انا بسرعه لبست بسرعه اي حاجه كده وخدت بعضي ومشيت انا وابني. ما كنتش اعرف ان هنبقى بالمنظر ده. انا كان زماني هنا. انا بص هدومي انا دي هدومي كل ده هدومي ودي اوضه نوم ابني كل ده والمخده الحمراء دي اوضه نوم ابني. ربنا ان انت بره الحمد لله. الحمد لله. بس طنط اللي قالت لي امشي هي اللي ماتت. اللي قالت لي امشي والحقي بعمرك يا بنت انت وابنك عمرها هي اللي راح. هي اللي موجوده. ان شاء الله بكره مش هنقول. لا موجودين. شاء 3 الله، احفاد إن شاء 3 الله. عيال 3 عيال. ان شاء الله يكون ربنا كاتب لهم عمر ان شاء الله. يا رب يا رب.